اجي تفهم علاش الاساتذه دايرين اضرابات. الدوله خرجات ما يسمى بالقانون الاساسي. هذا القانون الاساسي او النظام الاساسي هو المفروض كيصحح الاخطاء والثغرات ديال النظام الاساسي اللي كان في 2003. وهذه مساله طبيعيه انهم بعد مرور الوقت كيتصحوا بعض البنود في القوانين اللي سبقوا، لان كيبان فيها الاخطاء وكيبانوا فيها الثغرات. شنو دارت لاله الوزاره ولا لاله الدوله؟ عطاتنا واحد القانون اساسي اكثر ظلما من هذاك القانون الاساسي ديال 2003. ولذلك الاساتذه دابا دايرين اضراب لانهم كيقلبوا على الكرامه ديالهم. الكرامه ديال رجل التعليم تمسات من خلال هذا القانون الاساسي. اولا المهام ديالو ما بقيناش فاهمينها. المفروض على اننا ملي كيكونون على اساس اننا غادي ندخلوا نقريو الوليدات داخل الاقسام، غادي نقريوهم، وهذا هو اللي معروف ومعمول به في العالم. جات لاله الدوله في هذا القانون الاساسي زادت على رجل التعليم واحد المهام اخرى بالاضافه للمهام ديال التدريس. زادتوا المهام ديال التنشيط والمهام ديال الدعم والمهام، ولات مفارضه عليه انه يدير هذه المهام هذه، بمعنى ان العقليه ديال الدوله هي عقليه ديال مشكره. فعطوا ما توظف ناس اللي يقوموا بهذه المهام هذه، قالت لا ارا نشدوا رجل التعليم ونفرضوا عليه هذا الشيء كله ونربحوا حنايا واحد الوظائف. رجل التعليم ماشي هو الحويط القصير، رجل التعليم يرفض ان يتم استغلاله بهذه الطريقه هذه. جوج، ساعات العمل. كان رجل التعليم كيخدم بواحد الساعات معينه سواء في الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي. تزادوا عليه ساعات تضامنيه في العهد الحسن الثاني الله يرحمه. الاساتذه ما قالوش لا، خدموا بديك الساعات التضامنيه، ما عندناش مشكل. جات لاله الوزاره دابا قالت لك هذا الشيء ما كافيش، غادي يكونوا السوايع ديالك محددين من طرف السلطه المختصه اللي هي الوزاره. بمعنى غدا من غدا السي المدير الاقليمي ولا السي مدير الاكاديميه ملي بغى يفرض على واحد الاستاذ انه يخدم حتى 40 ساعه يخدمهم، علما ان الاستاذ راه ماشي كيخدم غير السوايع ديالو داخل القسم، راه كيهز الخدمه ديالو وكيديها معاه للدار. لان الاستاذ في دارو اولا راه كيهيئ الدروس اللي كيجيو يديرهم التلامذ، ثانيا راه كيصح لهم هذوك الدفاتر وديك الانجازات ديالهم وديك التمارين اللي هما وجدوهم، ثالثا راه كيوجد الفروض في الدار ديالو، رابعا راه كيصح الفروض في الدار ديالو. بمعنى ان العمل ديال الاستاذ راه ماشي غير داكشي اللي كنشوفوه داخل القسم، راه جزء كبير من العمل ديالو كيديروا خارج القسم. هادشي كله ما كفاش الدوله، قالت لك اسيدي هادشي ما كافيش، غتولي تخدم هذيك الخدمه في دارك وغادي نزيدوك سوايع في القسم. ما يمكنش، ماشي معقوله. الاستاذ خاص يتم تحديد. حنا كنا كنطالبوا بان هذيك الساعات التضامنيه ما بقاش عندها داعي وبالتالي خصها تزول. ناضت الدوله قالت لك لا، هذيك الساعات التضامنيه غتبقى وغادي نزيدوا انك تبقى راه الاشاره ديال السلطه المختصه اللي هي الوزاره. علاش هادشي كله؟ دائما العقليه المشكره. فعطم ما توظف ناس اخرين وتخدمهم باش يقريو وليداتنا، لا حنا غادي ننزلوا على باب هذا رجل التعليم وغادي نكملوا عليه وغادي نزيدوا سوايع فوق السوايع ديالو. الاساتذه يرفضون هذا الامر. ثلاثه، الله ودي هذا رجل التعليم زعما ما تزيدوش كاع، تعرفوا تزيدوا في الضوء وفي الماء وفي البوطه وفي السكر وفي الكرا وفي المازوت وفي ليسونس، تعرفوا تزيدوا فيه، ولكن باش تزيدوا له باش حتى هو يعيش بكرامه، باش الساعه اللي يجي للقسم يقري يكون مرتاح نفسيا ويوصل الرساله. لا، ما كيعرفوش هما هذا الشيء هذا، كيعرفوا غير ينزلوا عليه. ولذلك هذا القانون الاساسي ما زادش ولو سنتيم واحد للاستاذ. والكلام اللي قال رئيس الحكومه للاسف وكيصفقوا عليه شي نواب برلمانيين، انا والله ما كنفهم هاد الناس واش كيفهموا ولا ما كيفهموش. كذب. والهضره اللي تقالت من طرف واحد المسؤولين كلها كذب. الزيادات اللي كيقولوا على انها غدير هذيك حق عند رجال التعليم، حق، ولكن فوقاش كيحصلوا عليه؟ ملي كيدوز واحد السنوات ديال الترقي. يعني الواحد راه يقدر يضرب 20 عام 30 عام باش يوصل لهذيك السنوات ديال الترقي الى وصل لها. ولا كيقولوا ديك المدرسه الرائده، هذيك المدرسه الرائده الى كانت من حقك ان المؤسسه ديالها تكون مؤسسه رائده. باش غادي يزيدوك هذيك الزوالغ وغادي يزيدوها لك لانك غادي تزاد عليك واحد المهام واحد لي طاش وحدين اخرين. ولذلك فالاساتذه كيطالبوا بانه كما تزاد
لقطاعات اخرين حتى هما من حقهم يتزاد لهم. علاش ديما حنا كنحقروا هذا رجل التعليم؟ الاستاذ من خلال هذه الاضرابات هذه كيرفض نظام الحقره وكيرفض نظام السخره. الاستاذ ليس عبدا عند احد، ولذلك فالاساتذه بهذا الشيء هذا راه كيبغيو يعبروا على انهم محتاجين كرامتهم تصان، واللي غيقيس كرامتهم ما غاديش يسكتوا ليه. وهذاك الشيء اللي ولفت عليه الوزاره هذه سنوات، الاساتذه الان كيقولوا لها راه ما بقاش داك الشيء اللي انت مولفه عليه. ولذلك انا كنقول للاسر، كنقول للمجتمع من خلال هذا الفيديو هذا، على انه حنا راه ما كرهناش نقريو وليداتكم، ولكن الغالب الله. الوزاره فرضات علينا هذا القانون ونحن ملزمون باننا نرفضوا هذا الظلم اللي هو واقع علينا، لان الا قبلناه سمحوا لي عافاكم حنا غادي نوليو نربيو وليداتكم على انهم يكونوا حتى هما تحت الصباط، وانتم ما غتقبلوها لا لينا ولا لوليداتكم. وبعض الناس كيقول لك وديروا الاضرابات نهار الحد، ديروا الاضرابات في العطل. ما يمكنش، لان الاضراب هي واحد الورقه ديال الضغط كتضغط بها على اللي ظالمك. ايوا الا انت درتيها نهار الحد ولا نهار العطله باش غادي تضغط؟ كلشي في دارو، علاش غادي تضغط؟ بالعكس حنايا بغينا الناس يحسوا بان رجل التعليم ظلم، بان رجل التعليم تكال له حقه، وما عندناش شي طريقه اخرى من غير هذا الشكل ديال الاشكال التعبيريه. فارجو انكم تفهمونا، ارجو انكم تستوعبوا الوضعيه اللي حنايا عايشين فيها، واللي هي لا شك كنتقاسموها كاملين كافراد ديال المجتمع، اللي هي الوضعيه ديال ديروا تحت الصباط وزطم عليه. الاساتذه يرفضون انهم يكونوا تحت الصباط. السلام عليكم.